لحظة الانهيار المرعبة لمبنى سكني مكون من 6 طوابق في دافنبورت بولاية ايوا الامريكية، وسط ظهور بعض المواطنين المتواجدين في الموقع. وبدأت عمليات الإنقاذ بعد انهيار جزء من المبنى، وتشير الأخبار الأولية أن 7 أشخاص محاصرون تحت الأنقاض، وأصيب عدد غير معروف، وذلك وفقا لشبكة NBC نيوز. كما صرح مسؤولين بالمدينة في مؤتمر صحفي أن عملية الإنقاذ استمرت حتى ليلة الأحد. وقال مايك كريستيان رئيس قسم مكافحة الحرائق في دافنبورت أن هناك مخاوف أيضا من أن انهيار المبنى قبل الساعة 5 مساء بقليل ربما يتسبب في تسريب الغاز والمياه. وقال انهار جزء من المبنى الخلفي بالفعل وفصل عن المبنى. ونقل شبكة NBC نيوز عن كريستيان قوله أن أكثر من 10 أشخاص تلقوا المساعدة من باقي الأنفاق عندما ضغطوهم المبنى. ولم يستبعد رئيس البلدية مايك تايسون وقوع وفيات محتملة في الحادث، حيث أكد أن هناك أشخاص في إعداد المفقودين. وقال صحيفة نيويورك بوست أن الجزء الخلفي من المجمع السكني المكون من 6 طوابق انهار وانفصل عن المبنى، الذي يضم شققا في الطوابق العليا ومحلات تجارية في الطابق الأرضي. ونصحت الشرطة في دافنبورت السكان المحليين بتجنب الموقع بعد الانهيار. ولم يعرف على الفور سبب الانهيار، لكن السلطات المدينة فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.